طيب الحقيقة ما ينفعش نتكلم عن الفلوس والشغل أصلًا من غير ما نتكلم عن الرزق بشكل عام، صح؟ الرزق دايمًا فيه سؤال كده بيتسأل اللي هو هل الرزق مكتوب والّا المفروض إن إحنا نعمل مجهود، المفروض إن إحنا نسعى؟ إيه الفرق بين السعي وإيه الفرق ما بين إن الحاجة مكتوبة فهي هتيجي لي لحد عندي، تمام؟ فالحقيقة إن هو الاتنين، هو مكتوب زائد إنك المفروض تسعى برضه، تمام؟ بمعنى إنك لو سعيت يبقى خلاص مكتوب إنك هتسعى والرزق ده هيكون ليك، لو ما سعيتش يبقى مش يبقى مكتوب إنك مش هتسعى والرزق ده مش هيكون ليك، تمام؟ بمعنى تاني إن أنت اللي بتصنع القدر بتاعك you make your own destiny، أنت اللي بتعمل الحاجة، بتتحرك، ربنا كاتب لك إنك تتحرك عشان كده ييجي لك الرزق ده أو ييجي لك الفلوس دي أو ييجي لك الشغل ده، تمام؟ فدي الفكرة الأساسية بشكل عام، لازم نكون مثبّتين الconcept ده أصلًا وفاهمينه كويس ومؤمنين بيه بشكل قوي. مطلوب منك إنك تسعى عشان الرزق ييجي، الرزق بقى بتاع ربنا، ييجي ما يجيش دي مش بتاعتك أنت خالص، بس المطلوب منك إنك لازم أنت تعمل اللي عليك، تعمل الواجب بتاعك. تمام؟ في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانًا. الطير نفسه بيسعى، الطير الصبح بيصحى بيروح يجيب الأكل بتاعه لحد ما ربنا بيكرمه وبيرزقه بالأكل بتاعه. لو فكرت في أي حيوان أو أي كائن أصلًا أو أي حشرة حتى هتلاقي إن هي الحشرة دي رزقها جاي منين، الحشرة دي عايشة إزاي، مين اللي بيرزقها، تمام؟ هتلاقي إن ربنا هو اللي مسخّر كل ده سبحان الله يعني. وبالتالي نفس الكلام بالضبط عليك، لو أنت بتدوّر على شغل فما تستعجلش الرزق دي أول نقطة، كل حاجة بتيجي في وقتها، تمام؟ زائد إنك لازم تسعى، لازم تضبّط زي ما قُلنا الCV والportfolio GitHub والكلام ده كله، تضبّط الtechnical نفسه وتتأكد إن مهارات الtechnical كويسة. طول رحلتك دي وأنت بتدوّر على شغل عادي جدًا، ما توقّفش التعلُّم عشان ما فيش شغل، تمام؟ بتكمّل عادي جدًا في رحلتك وفي وقتٍ ما في لحظة ما كده كل حاجة هتيجي، كل حاجة بتتغيّر في لحظة، تمام؟ وتقريبًا أي حد هتبُص عليه هتلاقي إن هو كان في المرحلة دي، المرحلة اللي هو بياخد وقت كبير جدًا على أمّا يدوّر على شغل، ممكن يقعد سَنة، سنتين، ممكن يقول لك أنا قدّمت على 100 شغلانة ما كانش بييجي لي شغل في الأول، كل الناس تقريبًا بدأت البداية دي، فدي مرحلة في الأول خلّيك متأكد إن هي إن شاء الله في البداية، وبعد كده خلاص once إنك جِبت شغل إن شاء الله الدنيا بعد كده بتكون أسهل، بعد كده بتكون أسهل وأسهل وهكذا، تمام؟ فالخبرة بتتكوّن كده، الراجل اللي هو 10 سنين خبرة ده هو بدأ بزيرو خبرة. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، يعني ما فيش حد هيموت إلا لمّا يخلّص كل الرزق بتاعه، لو مكتوب لك إنك هتاخد حاجة معيّنة أنت مش هتموت إلا لمّا تاخدها غصب عنك، فاهمني؟ هي الدنيا كده. فطبعًا الحديث بيتكلم عن الرزق بشكل عام، الرزق مش فلوس بس، الرزق فيه حاجات كتير جدًا، ولكن إحنا هنا في الplaylist بنتكلم عن الشغل وعن الفلوس يعني، فهي بتتضمن أو بتشمل الحديث ده. طيب آخر نقطتين حابب أتكلم عنهم في موضوع الرزق، أول نقطة هي إن الصدقات بتزود الرزق بشكل مش طبيعي، ما نقص مال من صدقة. فطلّع دايمًا صدقات، ساعد غيرك، ساعد غيرك حتى لو مش معاك فلوس، ساعد غيرك بالمساعدة، إنك تساعده في حاجة technical إنك تشرح له حاجة معيّنة، كل ده يعتبر مساعدة، وكل ده يعتبر صدقة عن العلم اللي عندك، فساعد غيرك دايمًا، ما تبخلش على حد معلومة، كل ده يعتبر صدقات، وكل ده صدّقني بيفتح لك أبواب رزق. تاني نقطة هي الذنوب، في حديث خطير جدًا عن الذنوب، بيقول إن العبد لا يحرم الرزق من ذنب يصيبه، تمام؟ في ذنب معيّن أنت بتعمله ده مانع الرزق، ده مانع استجابة الدعاء. تالت نقطة والأخيرة وهي الدعاء، بما إننا اتكلمنا عنه، فالدعاء شيء أساسي طبعًا، أنت بتدوّر على رزق، مين اللي بيرزق؟ ربنا، وبالتالي بديهي جدًا إنك تسأل الرازق إن هو يرزقك، تمام؟ فالدعاء وإنك الذنوب تاخد بالك من ذنوبك وتشوف تراجع نفسك تشوف أنت بتعمل إيه بالضبط، تمام؟ وتالت نقطة هي الصدقات. صدّقني كل الكلام ده أساسي جدًا ومهم جدًا قبل ما نبدأ في أي حاجة أصلًا يعني technical بقى وافتح اللاب واشيّر معاك إزاي تضبّط LinkedIn والكلام ده كلّه، لازم تكون مضبّط الأساس ده الأول، عشان كده أنا حبّيت إن هو يكون أول فيديو. إن شاء الله مكمّلين في الplaylist هاحاول إن أنا أنزّل فيديو كل سبت وتلات الساعة 18:00 مساءً بإذن الله بتوقيت مصر، فلو مستمتع بالplaylist اتأكد إنّك تكون مفعّل الnotification عشان يوصلك الفيديو أول ما ينزل، ولو شايف إن هي ممكن تساعد حد غيرك فشاركها معاه برضه، إن شاء الله إيه، ربنا ينفع بينا كلّنا كده، تمام؟